عاملين يا شباب. في الشابتر اللي فات وقفنا عند لما العصابة بتاعتنا اللي اسمها فاندرلاند راحت مكان اسمه هورس شو اوفرلوك اللي يقرب بقى من مكان اسمه فالنتاين. وفي الفيديو ده هيبقى ملخص شابتر 2 وباقي الشابترز هتنزل على البلاي ليست في اليوتيوب. بس قبل ما نبدأ كده وحد لا اله الا الله وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم كانوا في بار يوقف في فالنتاين، بس بيلا راح لهم. بس هو اتخانق مع حد وفي عجل كده، يعني بص هو في عجل كده ضخم كبير تخين جو قرر يتخانق مع واحد مع في عصابتهم اسمه غفير سكويلا. بس ارثر يسكت لا يقوم يضربه. الواد العجل ده بقى ايه؟ دغدغ عظم ارثر بمعنى الحرف. Really, boy? You're kidding me. Really, boy? الواد العاجل ده طالع اسمه توماس وكان بيضرب ارثر زي الدمية عشان كف ايده صديقنا توماس ده قد وش ارثر مرتين اصلا. فقدر ارثر ان هو ينتقم من توماس فضربه وكسر عظم وشه اللي مليان غشومية ده. بعد الخناقة دي داتش جه ارثر وجاب له واحد اسمه جوسيا تشالاوني وهو بيكون مش فرد من العصابة قوي. بعد كده بكام ساعة أرثر راح لكيرين دافي اللي كان فرد من عصابة الأودريسكولز عشان هم عايزين يعرفوا معلومات عن كولم أودريسكول رئيس عصابة الأودريسكولز. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there too. Are these fellas armed? Armed, drunk, wary of strangers, yup. زي ما سمعنا من كيرين دافي إن الأودريسكولز الموجودين في الكامبينج ده هم مسلحين وسكرانين. فأرثر قرر إن هو يدور على كولم أودريسكول في الكابين ده، بس فجأة والحمد لله ان كارين انقذ ارثر. بعد لما ارثر دخل الكابين وما لقاش كل مودريسكول فراح طبعا لكارين بيقول له انت عبيط يالا، انت بتستعملنا، انت بتكذب علينا. فرفع على كارين المسدس، بس طبعا كارين بيقول ورحمة الغالين اقسم بالله انه كان هنا. بس ارثر وليني بيروحوا بار عشان يفرحوا شويه وبيسهروا سهر عسل. بعد البار بقى ارثر راح لواحد اسمه ستروكس وده بيكون فرد من العصابه وبيقول ارثر ان في ناس كانوا مستلفين مني وبيطلب من ارثر هو يساعده. فطبعا عشان يكمل السين ارثر يوافق. فمستر ستروكس بيدي لارثر مورجان ورقه مكتوب فيها الناس اللي مستلفين منه. فارثر بيروح لاول واحد واسمه فروبل او فغوبل وده ما بيكونش معاه فلوس خالص يعني مقصر. فطبعا عشان يكمل السين ارثر يضربه. وبيجي الدور التاني على واحد اسمه مستر داونز او توماس داونز وبرضه عشان السين يكمل ارثر بينفخه زي البالونه الهيليوم. وبعد كده ميسيس داونز اللي هي مرات توماس داونز بتلع عن ارثر على اليوم اللي توماس داونز استلف فلوس من ستروس. بعد كده داتش بيقول لارثر الحق صاحبنا مايكا اتسجن في سجن مكان اسمه ستروبري. فارثر بيقول اوكي نو بروبلم وبيقرر يهربه. Hey, what the heck? Come on, get this door open. Thank you, friend. Out of here, Morgan. Now you want to get out of here? بعد كده مايكا بيشكر ارثر بس بطريقة غلوية وكره. ومن هنا بنعرف ان مايكا مش بيطيق ارثر ولا ارثر بيطيق مايكا، بس طلع ارثر عمل كده علشان البرستيج والكاريزما بتاعته وثقته ما تضيعش قدام الافراد العصابة اللي معاه. بعد كده ارثر وجيسيا تشلاوني وغافير سكويلا وتشارلز قرروا يساعدوا واحد اسمه شون وده بيكون فرد من العصابة بتاعتنا بس هو اتمسك من باونتي هانترز وهم راجعين من حادث شركة بلاك ووتر. والباونتي هانترز دول بيكونوا ناس عاديين بس هم تابع القانون ولو مسكوا حد خارج عن القانون بياخدوا فلوس عليه، يعني معظمهم كده فلوس. وده بقى هيبقى شون. بعد كده ارثر وتشارلز وغفير بيحاولوا يروحوا لشون وبيقتلوا كتير جدا من الباونتي هانترز وفي الاخر اخيرا بينجحوا في ده. بيوم ابن حتتي. بعد كده بكام يوم واحدة اسمها ماري لينتون بتبعت رسالة لأرثر ودي بتطلع حبيبة أرثر القديمة وهي سابته بسبب انه خارج عن القانون. ورسالة بتكون فيها بقى ايه؟ ان اخوها دخل في ديانة خبيثة
والديانة الخبيثة دي المشكلة ان هي بتعبد الكواكب الاخرى والقمور والشمس، فهي كانت خايفة عليه يعني، وقالت لارثر ارثر تعالى ساعدني. فهو طبعا علشان السين يكمل، هو طبعا ارثر بيوافق. وبالفعل ارثر بيروح لاخو ماري لينتون اللي اسمه جيمي لينتون، بس هو بيخاف منه وبيجري. What can I do? I'm not coming with you, Arthur. Just come and speak with Mary, then make up your mind. Please, Arthur. وارثر بيقول لجيمي يا ابني اسمع مني، اختك قلقانة عليك. وجيمي بيقول له انتوا كفرة وسيبني يا ارثر. I warn you, Arthur. I'm gonna. I don't want to live anymore. Kid, just بس جيمي المجنون بيرفع على نفسه المسدس، بس على اخر لحظة ارثر بينقذه. وعلشان رابع مرة اقولها علشان يكمل السين، جيمي بيشكره، انت انقذت حياتي يا ارثر. let's go see your sister. Okay. Okay. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? بعد ما احنا جيمي لما خلص، ارثر بيروح لابيجيل مرات جون مارستون، وبتقول لارثر ينفع تفسح جاك اللي هو ابن جون وابيجيل. وارثر ابو قلب كبير بيوافق. قرر يصطاد هو وجاك، بس بعد الصيد اتنين كده ملهمش لازمة بيقولوا لارثر هو انت ارثر؟ فارثر ساعتها ما كانش فاضي يرد عشان الراجل يا عيني كان مصدوم. بس قالوا انت ارثر متبلغ فيه 5000 دولار، واللي يلاقيك ياخده، فلو جبت لنا داتش هنقول عليك موت عشان ما حدش يمسكك، وكمان هديك فلوس يا عم. وبيطلعوا هما اصلا يعني كلاب فلوس جدا 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 يعني، عشان لو مسكوا داتش هياخدوا مبلغ عالي جدا. واحد اسمه العميل ميلتون والتاني اسمه العميل راس، بس هما بيكونوا دراع اليمين بتاع واحد اسمه كورنوول اللي هو صاحب القطار اللي اتسرق مننا اللي فيه شابتر 1. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid, while you still can. Who were they? بعد اليوم ده ارثر حكى لداتش، وداتش قال بص احنا هنمشي Pick up your things بس and get- بشرط واحد، ان احنا هنسطو على قطار وبعد كده هنروح مكان تاني. وبالفعل بيعملوا كده، واللي بيعمل العملية دي تشارلز، جون، شون وارثر. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take, enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. بعد كده ارثر وداتش كانوا قاعدين في بار في فالنتاين عشان يتفقوا بقى هيعملوا ايه في اللي جاي. بس فجأة راجل شكله غني قوي وبيكون اسمه ليكرفست كورنوول صاحب القطار اللي اتسرق، وبيكونوا ماسكين ستروس وجون مارستون. Why have these men killed? Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Whom the Messiah? وارثر وداتش بينقذوا الموقف، بس ستروس اتصاب في رجله برصاص. Put Strauss on the back of John's horse and let's get it. You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Ugh. Sure. We can't stick around after this. Let's go. بعد كده داتش بيقول لارثر خلاص مستر مشاو ومستر بيرسون بيحضروا حاجات الكامب عشان هنمشي لمكان اسمه كليمنت بوينت قريب من رود. شابتر 2 خلص، والفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى عن شابتر 3.